ايه علاقة ابو لهب بالمطب؟ المطب. طب اصلا ابو لهب هو عم الرسول؟ لا، مش عمه. تعال بقى في الفيديو ده نتدبر سويا معاني سورة المسد بلسان عربي مبين، بالمنطوق الأصلي، المنطوق البشري، المنطوق المصري القديم في الأساس، الجذر اللغوي للكلمات اللي في سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت بمعنى ارتفع، زاد، علا، تعزز. يدا مش معناها ايدين، يدا معناها معاناة، تعذيب، إصابة، ضرر. يبقى ارتفعت معاناة، ارتفع تعذيب، زاد الضرر. لمين؟ أبي لهب. أبي لهب، أبي ممكن يكون جاية من أب بالهمزة العادية، تمام، أو آب بالهمزة الطايرة. خلاص، هو المنطوق الاتنين، لكن الكتابة بالهمزة العادية. طب بالهمزة العادية هي معناها الراغب فيه، يرغب فيه أو يتمنى. طب بالهمزة الطايرة آب، أبي لهب، تمام. بالهمزة الطايرة معناها أهل، أساس، هو المسؤول عن، المسؤول عن. طب لهب من اسمها، لهب نار، نار ايه؟ نار الفتنة، الوقيعة. خلاص، اللي بيعمل النار في الناس، الناس. ركزوا. يبقى ارتفع عذاب المسؤول عن نار الفتنة، أو من يرغب في الفتنة أو اللهيب. وتب، وتب على بعضها معناها دفع الثمن، هيدفع الثمن. يبقى ارتفع عذاب من يرغب في الفتنة أو المسؤول عن فتنة أو أهل الفتنة والنار واللهب في المجتمع، وهيدفع الثمن. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ودي يمكن واضحة. أيا كان مكانته في المجتمع، أيا كان غناه، أيا كانت أمواله. وعلى فكرة دايما تلاقي اللي بيعمل فتنة هم الناس اللي ليها نفوذ. زي دلوقتي مثلا الإعلام سهل جدا يعمل فتنة. الأغنياء هم اللي بيعملوا فتنة في الغالب. فماله ده مش هيغني عنه. وممكن برضه يبقى دفع وتب، دفع الثمن له علاقة بالمال، وإن مهما كان معاه مال مش هيغني عنه برضه، إن الثمن غالي قوي. إيه الثمن بقى؟ سيصلى نارا ذات لهب. ده العقاب بتاعه، ده العقاب. من يشعل نار الفتنة ولهيب الفتنة في المجتمع هيتعاقب بالشكل ده كده. يبقى خد بالك، احنا وصلنا دلوقتي نص الصورة، والعلاقة ملهاش دعوة بشخص، أو الموضوع ملوش علاقة بأبو لهب عم الرسول مثلا. ده كده هو مش عم الرسول أصلا، أصلا ما اسموش أبو لهب. ده أي حد، أي حد خلاص بيعمل الحاجات دي هيبقى ده مصيره. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هل امرأته هنا مقصود بها مراته، زوجته؟ لا، وامرأته هي نفسه الأمارة بالسوء اللي عمالة توسوس ليه. حمالة الحطب، حطب ده، الحطب ده مش زي ما علمونا زمان ان كان بتضرب الرسول بالحطب وهو بيصلي. طب هو الرسول يعني في مكة هيطلع يصلي في وسط الناس؟ مش فاهم انا يعني. ولا تخش له بيته تضربه في بيته؟ المهم، فالحطب هنا هو ما يلزم لإشعال النار بتاعت اللهب. فحمالة الحطب نفسه هي اللي بتنقل له، الأمارة بالسوء اللي بتنقل له الحطب اللي يشعل. طب هتنقل له الحطب ازاي؟ بالوسوسة، وان هي تأمره بالسوء. طب هو ده عبارة عن ايه برضه؟ هي نفسه دي حمالة حطب. طب الحطب ده عبارة عن ايه؟ ربنا بيوضحها في الآية الأخيرة: في جيدها حبل من مسد. في الجذر اللغوي لما نرجع نلاقي كلمة جيد معناها حديث، كلام. يبقى في كلام نفسه اللي بتأمره بالسوء، تمام، في حديثها معاه، هو ده الحطب، هو ده الحطب. ففي جيدها
حبل من مسد. حبل من مسد معناها سيل من عداوة. مسد يعني عداوة وكره وبغض أو كراهية أو حاجات كلها المقت، المعاني الوحشة. يبقى في حديث نفسه الأمارة بالسوء جواه عمالة بتحدثه بكراهية وعداوة، وينشر العداوة والفتنة والكراهية في المجتمع. والكلام ده الجيد ده بالعداوة اللي هو المسد، هو ده الحطب، هو ده الحطب اللي بتحمله إليه نفسه عشان يشعل اللهب، عشان يبقى مسؤول عن اللهب، عشان يوقع الناس في بعضها. تعالوا بقى أقول لكم إيه علاقة أبو لهب بالمطب. هو اسمه إيه؟ مطب، صح؟ مطب. طب معلش نخفف شوية نطق الطه، نخليها ته كده، متب. متب، نشيل الميم تبقى تب. تب تب، خلاص. طب التبة، تبة تبت تبت، ارتفع. طب مطب مرتفع، مرتفع، المطب مرتفع. انا كنت في مدرسه عسكريه في الثانوي، فكان عندنا في المدرسه حاجه اسمها تبه. تبه، بتوع الجيش يعرفوا حاجه زي دي. التبه، التبه دي عباره عن ايه؟ ارض مرتفعه، تبه، خلاص. تبت، ارتفع، زاد، علا. عرفنا بقى ايه علاقه ابو لهب بالمطب. وطبعا مش ده اللي انا عاوز اوصله، انا عاوز اوصل التدبر. في يقظه جايه في الطريق، ولكن محتاجه علم. وهشكر تاني هاجر، لانها طبعا بتساعدني كتير في ان انا اوصل للمعاني الكلمات دي من الجذر اللغوي. ربنا يكتر من امثالها ويبارك فيها. وشكرا ان انتوا يعني استمرتوا معايا لاخر الفيديو. السلام عليكم.